صورت مقطع زمان لطريقة تنظيف المكيف إذا كان يهرب ماء، وهذا مقطع بطريقة ثانية. بأسفل المكيف في سهم هنا إذا تشوفونه، هذا واحد وهذا واحد. تسحبون المكيف للأسفل وعلى برا فيه كلبس، هذا هو، واحد هنا وواحد هنا. ما أدري هو واضح أو لا. إيه الآن واضح. إذا سحبته تلقى هذا اللي حق التصريف، تلقاه هنا حلو. تسحب اللي تطلعه، دقيقة أسحبه معاكم. شفت تلقاه راكب هنا، تسحبه هنا، هذا اللي هي التصريف. تشوفون متسكر من الوسخ. ننظفه ونصب ماء هنا بالمنطقة هذه، نصب ماء بالمنطقة هذه. يتسكر هو من الغبار. شوفوا هنا في غبار يجيه زي الثلج، يبدأ ينزل ويتسكر اللي حق التصريف. نعبي ماء مرة مرتين هنا ثلاثة إلى أن تطلع لنا موية نظيفة، ثم نرجع مكانه، نرفع السلك الأعلى ونكبس المكيف ويركب. هذه أسرع طريقة. بعد ما رجعنا اللي، نتأكد انه جاي بشكل مستقيم مو منثني عشان الماء يمشي. وهذا الكليبس اللي يقول لكم، نوزنه هنا على النص ونكبسه. طريقة الفك هنا بالوجه تحت الريش يجي 3 مسامير، هنا واحد وهنا واحد وواحد هنا. تفكها وتفك مسمارين الشاشة، بعدين نطلع الجرم الأبيض ذا وراح أوريكم الطريقة. الفك هنا نسحب على تحت، نرفع طلع الجرم. واضح باقي له كليبس مثل. فوق الريش حق المكيف يجي حوض يجمع الماء، تشوفونه. إذا بدأ يهرب اعرف ان التصريف حقه متسكر. التصريف هنا تشوفون الفتحة ذي الصغيرة، ننظفها بسيم ونصب وراها ماء، تأكد انه يمشي، نرجع نسكرها. الآن وقت التنظيف. شوفوا السيم نثني الراس حقه عشان ما يجرح اللي. شوفوا الآن بدأ يمشي، تشوفون. وإذا في منفاخ هواء أفضل وأفضل. شوفوا الماء راحت على طول كلها.